قوة الصمت وفن الرد الراقي هو أسلوب الأقوياء في التعامل مع المواقف. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي موضوع جديد. كيف ما العادة اليوم الموضوع غادي يكون توعوي كيف ما شفتوا من العنوان. في زمن كثرت فيه الأصوات وارتفعت فيه الحدة في الحوارات، كاينة قوة خفية كيتجاهلوها بزاف ديال الناس، عندها أثر كبير من طبيعة الحال، اللي هي قوة الصمت وفن الرد الراقي. اليوم غادي نتكلموا على القوة اللي كيمتلكوها غير الناس اللي كيمتازوا بالوعي. كيف ممكن أن تكون راقيا في ردك بلا ما تفقد الهبة والقيمة ديالك؟ ممكن هاد الدقائق تغير الطريقة ديالك في التفاعل والتعامل مع الناس المحيطين بك. ندخلوا في الموضوع. أول شيء خاصنا نفهموا بأن الصمت ليس بضعف، بل هو وعي من طبيعة الحال. كثير من الناس كيظنوا بأن الصمت في النقاشات هو ضعف أو هروب، يعني أنت كتهرب من الحوار، لكن في الحقيقة هو كيبقى قرار. أنت كتختار الصمت كرد بكل بساطة. لماذا؟ بغرض أنك ما تفقدش الطاقة ديالك وتضيعها في واحد الجدال اللي ما عنده حتى شي قيمة. انت كتكون قادر انك ترد وتجاوب، لكن كتختار الصمت انك كتكون عارف بان القيمة الحقيقية ماشي في الكلمات وفي التوقيت وفي الاسلوب وفي المعنى، لا بالعكس. واخا متى يكون الصمت قوة؟ ملي كيكون الطرف الاخر ما كيبحثش على الفهم، يعني الغرض ديالو في الحوار معاك ماشي انه يفهم وانك تقنعو توضح ليه الامور. كيكون الغرض ديال الطرف الاخر هو الانتصار، يعني يربحك ويحس بانه هزمك في هذا الحوار وفي هذا الجدال او النقاش وما الى ذلك. ثاني شيء، ملي كتكون الحقيقه واضحه، يعني الامور كتكون واضحه، هنا كتختار الصمت كجواب. ما كاينلاش تبقى تعلل وتبقى تفسر للطرف الاخر، لان هادشي غادي يدخلك في واحد الجدال اللي هو عميق وما غادي يفيدك بوالو. ثالث شيء هو ملي كتستفزك الكلمات ديال الشخص اللي انت معاه في حوار، كيبغي يستفزك نفسيا بغرض انه يتسبب لك في الغضب وفي القلق وفي الاعصاب فقط. هنا كنجاوبوه بالصمت. الصمت هو الصديق الوحيد اللي ما كيخونكش. يا اصدقائي، الرد الراقي ما كيعنيش انك تهين الشخص الاخر بغرض انك تثبت القوه ديالك، بل انك تعبر عن الموقف ديالك بذكاء، تكون ذكي، ترد عليه بلا ما تنزل المستوى ديالو. كيف ما تنقول، سؤال مطروح: كيف ترد برقي؟ كيفاش تكون راقي في الجواب وفي الرد؟ اول مرحله هي انك تختار الكلمات ديالك بدقه. يعني الرد ما غاديش يكون فيه انفعال، وما غاديش نوصل الرساله بزاف ديال الكلمات وبزاف ديال المصطلحات اللي ما عندها حتى شي علاقه بالموضوع. يعني كنقولوا حنا الكلام الزائد، بالعكس ما قل ودل. يعني غتعطيه كلمه او جوج كلمات فيهم المفيد فقط. ثاني خطوه هي انك تستخدم الهدوء، تكون بارد الاعصاب، يكون الاسلوب ديالك هادئ في الجواب وفي الرد. النبره ديال صوتك تكون منخفضه. الهدوء كيعني ان الاسلوب ديالك راقي في الكلام وفي الحوار وفي التعامل. الدور ديال هذا الهدوء هو انه كيخلي الطرف الاخر يرتبك، كيزعجو واحد شويه. الخطوه الثالثه انك تكون دائما مبتسم، يعني احتفظ بالابتسامه ديالك. الابتسامه الموزونه هي افضل من 1000 رد يكون جارح ويكون قاسي. رابع خطوه انك ما تبررش. اجتنبوا التبرير والتعليل والتفسير والتوضيح، هذا هو دلاله على الضعف. بادر ووصل الرساله اللي باغي توصل، وخلي الباقي على الشخص الاخر، يعني يتقبلها ما يتقبلهاش، هذاك الامر كيبقى ديالو هو.
انا غادي نمشيو للسؤال الثاني اللي هو امتى كيكون الرد صائب وفي محله وامتى كيخصني نصمت. تعلموا كيفاش تختاروا المواقف. بعض الردود كتفقد من الهيبه ديالك، وبعض المرات الصمت كيرفع من قيمتك وكيرفع من القدر ديالك. حنا غادي نمشيو بواحد القاعده، اذا كان الرد غادي يثبت الكرامه ديالك ما ترددش، واذا كان هذا الرد وهذا الجواب غادي يزيد طن بله، من الافضل انك تصمت كيف ما ذكرنا في الاول. في الاخر خصنا نفهموا بان في هذا العالم اللي هو مليء بالمشاحنات وبالاخذ والعطاء وزيد وزيد وزيد، راه الصمت اصبح قوه، والرقي هو فن. الجوج ديال الاشياء كيعبروا على درجه الوعي ديالك بانك شخص مميز. وما نساوش بان الصمت ماشي خساره، بل هو احترام. يعني انت كتحترم نفسك وكتعلم من قدرك. انك ترد باسلوب هادئ وراقي، هذا الامر كيخلي الصوره ديالك محفوظه في العقول ديال الاشخاص الاخرين. يعني الناس ما كينساوكش بسهوله، كيف ما ذكرت كتكون مميز. هذا ما كان يا اصدقائي، نتمنى يعجبكم المحتوى وتدعموا القناه ديالي من طبيعه الحال. وكنعتذر على جوده التصوير، انا عارفه جيد المعرفه بان الصوره غير واضحه. ونهاركم مبروك.